تفتكر آخر مرة دخلت السينما مخصوص عشان اسم ممثل كوميدي كان إمتى؟ زمان كان مجرد ما تشوف اسم محمد هنيدي على الأفيش تدخل الفيلم من غير ما تعرف بيتكلم عن إيه، ولو محمد سعد نزل فيلم جديد كل الناس بتقف بالطوابير قدام السينمات، وأحمد حلمي كان أكتر نجم الناس واثقة فيه إن أي فيلم ليه هيكون مختلف، وهاني رمزي وأحمد عيد كان كل واحد ليه جمهوره وأسلوبه اللي مش شبه حد. بس لو بصيت النهارده هتلاقي إن الصورة دي اتغيرت خالص، بعضهم اختفى لفترات طويلة وبعضهم بقى ينزل أعمال محدش بياخد باله منها وبيبقى متوقع إن الأعمال دي الفشل قبل ما تنزل أصلا، وبعضهم بقى مجرد بيحاول يرجع جزء من النجاح اللي كان عنده. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، هو ايه اللي حصل؟ هل النجوم دول نسيوا فجأة هما مين؟ ولا الجمهور بطل يحبهم؟ ولا في أسباب أكبر بكتير خلت جيل كامل كان مسيطر على السينما المصرية يبعد عن القمة واحدة واحدة؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. عشان نفهم ليه نجوم الكوميديا دول تراجعوا لازم نفتكر قد ايه كانوا ناجحين. لو رجعنا في آخر التسعينات وأول الألفينات هتلاقي إن السينما المصرية كانت داخلة على مرحلة جديدة، سنين كتير كانت السينما معتمدة على النجوم الكبار، بس فجأة ظهر جيل جديد مختلف، جيل بيواكب الجيل الجديد وقتها وشخصيات الناس حست انها قريبه منهم، واول واحد قلب المعادله دي كان محمد هنيدي، وده لما نزل فيلم اسماعيليه رايح جاي. الفيلم ده ما كانش مجرد فيلم ناجح، ده كان نقطه تحول في السينما المصريه كلها. الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا مع ان محمد هنيدي نفسه ما كانش عاوز الفيلم ده ينزل وكان شايف انه فيلم ضعيف، بس اللي حصل بعد ما نزل ما كانش متوقع لاي حد. وبعدها نقطة التحول الأكبر لما محمد هنيدي عمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والفيلم ده مش محتاج أقول نجح إزاي، والحلو كمان في الفيلم ده إن كل اللي كانوا فيه شباب، والفيلم ده طلع ممثلين بقوا نجوم دلوقتي، ومن هنا بدأت شركات الإنتاج تدور على ممثلين شباب يقدروا يكرروا النجاح ده، وخلال كام سنة طلع أكتر من نجم: محمد سعد، أحمد حلمي، هاني رمزي، أحمد عيد وغيرهم. كل موسم كان الجمهور مستني مين الفيلم بتاعه هيبقى أحلى ومين الفيلم اللي هينجح أكتر، وفي الوقت ده ما كانش حد يتخيل إن بعد 15 سنة تقريبا إن معظم الأسماء دي هتبقى بعيدة عن المنافسة. فهل المشكلة في النجوم دول؟ وأول غلطة ممكن نقع فيها إننا نقول النجوم دول مستواهم بقى وحش، بس الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير، عشان اللي حصل ما كانش بسبب شخص واحد، اللي حصل كان نتيجة عوامل كتير، كان كل عامل فيهم بيزود المشكلة أكتر لحد ما وصلنا للشكل اللي احنا شايفينه النهارده. والغريب إن كل واحد من النجوم دول كان ليه قصة مختلفة، بس في الآخر كلهم وصلوا تقريبا لنفس النتيجة، وده اللي هنبدأ نفهمه مع أول نجم نتكلم عنه وهو محمد هنيدي. احنا لما بنتكلم عن محمد هنيدي مش بنتكلم عن ممثل نجح وخلاص، احنا بنتكلم عن واحد غير شكل السينما المصرية. قبل ظهور البطولة كانت محجوزة لنجوم معينة، وكان المنتجين بيخافوا يغامروا بوجوه جديدة لحد ما نزل فيلم اسماعيلية رايح جاي سنة 97، وانا اتكلمت عن قد ايه الفيلم ده نجح، بس اهم حاجة عملها الفيلم ده انه اثبت ان الجمهور مستعد يروح السينما عشان يشوف جيل جديد. وبعدها صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام وفول الصين العظيم وأفلام كتير، وفجأة محمد هنيدي بقى من أهم نجوم الكوميديا، وكل فيلم بيحقق ايرادات كبيرة جدا، بس مفيش نجاح بيفضل للأبد. تراجع هنيدي ما حصلش فجأة، بعد فترة من النجاح بقى كل فيلم أقل من اللي قبله لحد ما الناس بدأت تحس إنها شافت كل اللي عنده، وده كان أول سبب من أسباب التراجع، وهو التكرار. مش تكرار الشخصيات على قد ما هو تكرار الروح. الجمهور بقى داخل الفيلم وعارف تقريبا هيشوف ايه، نفس الأداء ونفس نوع الإفيهات، وفي نفس الوقت كل حاجة بتتغير مع الوقت، والكوميديا نفسها بقت مختلفة، والإفيه اللي كان بيعيش سنة بقى ممكن ما يعيش كام يوم. الكوميديا عند هنيدي فضلت ماشية بنفس الطريقة القديمة، في حاجة ناس كتير مش بتاخد بالها منها: محمد هنيدي كان أول واحد من النجوم دول وصل للنجاح ده، وده معناه إنه أكتر واحد ممكن الجمهور يقارن أي فيلم جديد ليه بأعماله القديمة، ومن هنا بدأت أول مشكلة، عشان النجاح القديم بقى هو أكبر منافس ليه. بس هل هنيدي انتهى؟ رغم كل ده ما ينفعش نقول ان محمد هنيدي انتهى، عشان اي ظهور ناجح ليه بيثبت ان الناس لسه بتحبه، بس الحقيقه ان الجمهور ما بقاش يكتفي باسم محمد هنيدي على الافيش. زمان كان ممكن اسم يبقى كفايه، دلوقتي الجمهور عاوز سيناريو قوي وفكره مختلفه ومستوى يفكروا بذكرياته مع هنيدي. يعني الجمهور ما بطلش يحب محمد هنيدي، الجمهور مستني يعمل اعمال تحترم عقولهم، وساعتها يقدر يرجع تاني لنجاحه. لو سألت أي حد عاش في بداية الألفينات مين أكتر شخصية كوميدية كانت مسيطرة على الناس، أغلب الناس هتقولك الليمبي من غير تفكير، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن محمد سعد قبل الليمبي كان ممثل جامد، وهو أصلا ممثل جامد جدا، واشتغل سنين وحاول إنه يظهر كتير لحد ما جت الفرصة اللي غيرت حياته، وهي لما شارك في فيلم الناظر، وقتها البطولة كانت لعلاء ولي الدين. بس الشخصية اللي قدمها محمد سعد وهي شخصية الليمبي سرقت الأضواء بشكل محدش توقعه، الجمهور خرج من السينما بيتكلم عن الليمبي وبيقلده، ومن هنا حصل أهم قرار في مسيرة محمد سعد لما شخصية الليمبي اتحولت لفيلم بطولة، وده حصل في سنة 2002 لما نزل فيلم الليمبي، واللي حصل بعدها ما كانش طبيعي. الليمبي بقى في كل مكان، ودي كانت لحظة نادرة عشان مش كل يوم شخصية تعتبر خيالية تتحول لظاهرة اجتماعية. وبعد النجاح ده محمد سعد برضه بقى من أهم نجوم الكوميديا في مصر، أي فيلم باسمه كان مضمون إنه يحقق إيرادات كبيرة والجمهور مستعد يدخل أي فيلم ليه. لكن هنا بدأ أول فخ، لما تحقق نجاح بالشكل ده بيبقى عندك اختيار من اتنين: يا إما تغير وتغامر يا إما تكرر اللي نجح، ومحمد سعد اختار الطريق التاني. بعد الليمبي بقى فيه عوكل وبوحة وكركر وبوشكاش وتتح، لو بصيت للشخصيات دي هتلاقي ان الاسماء مختلفة بس الروح واحدة. الشخصية اللي طريقة كلامها غريب وحركاتها كتيرة وصوتها عالي، في البداية الجمهور كان عاجبه ده، بس مع الوقت الاحساس ده بدأ يتغير، والسؤال اللي الناس بدأت تسأله هو احنا بنتفرج على شخصية جديدة ولا الليمبي باسم مختلف؟
أصعب حاجة ممكن تحصل لأي فنان إن أكبر نجاح في حياته يبقى هو أكبر سبب إن النجاح ده يبقى سبب التراجع، عشان الجمهور بقى بيقارن أي شخصية جديدة بالليمبي، لو شبهها يبقى مكررة ولو مختلفة يبقى مش حلوة زي الليمبي، يعني في الحالتين كان بيخسر المقارنة. بس هل المشكلة كانت في محمد سعد لوحده؟ الحقيقة لأ، عشان في عوامل تانية ساعدت على التراجع زي إن السينما نفسها اتغيرت والجمهور بقى يدور على قصة حلوة ومختلفة مش مجرد شخصيات ضحكت. وبقى دلوقتي الأفلام الكوميدية الناجحة هي اللي فيها حكاية ومواقف قوية مش مجرد إفيهات بتتقال طول الفيلم. وفي نفس الوقت ظهر جيل جديد يغير شكل الكوميديا وده هيفضل يحصل دايما، وفي مقابل ده محمد سعد فضل كتير متمسك بنفس الطريقة والأسلوب. بس هل محمد سعد يقدر يرجع؟ السؤال ده بيتكرر كتير والإجابة إنه أكيد يقدر يرجع لأن الموهبة ما بتختفيش، بس الرجوع ده محتاج تغيير حقيقي. الجمهور النهارده مش مستني شخصية جديدة شبه الليمبي، الجمهور مستني يشوف محمد سعد الممثل مش محمد سعد اللي بيكرر نجاح قديم. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن باقي النجوم أتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة. لما الناس بتتكلم عن تراجع نجوم الكوميديا غالبا اول اسمين بيتقالوا محمد سعد ومحمد هنيدي، لكن اول ما بيجي اسم احمد حلمي الناس بتختلف. في ناس بتقول انه لسه من افضل الممثلين وفي ناس شايفه انه مبقاش يقدم نفس المستوى، وده عشان قصه احمد حلمي مختلفه. حلمي من البدايه ما كانش بيعتمد على الافيه، كان بيعتمد على الفكره، ولو رجعنا لافلامه هنلاقي ان كل فيلم شخصيه مختلفه وتقريبا قدم كل انواع الكوميديا حتى البلاك كوميدي فيلم عسل اسود، ولما بعيد عن الكوميديا خالص عمل فيلم من اجمد الافلام هو فيلم اسف على الازعاج. يعني احمد حلمي كان بيحاول يغير نفسه مع كل فيلم وده كان سر استمراره فتره طويله، بس مع الوقت بدات توقعات الجمهور تعلى بشكل كبير. كل فيلم الناس مستنيه يبقى احسن من اللي قبله ودي ميزه وفي نفس الوقت اكنها لعنه، عشان اي فيلم كويس لو كان اقل من عسل اسود او اسف على الازعاج او كده رضا هيتحكم عليه انه فيلم مش حلو. يعني احمد حلمي بيقارن نفسه بنفسه مش باللي بينافسوه ودي حاجه صعبه جدا على اي فنان. بس في مشكله تانية هو انه بقى يختار اعمال ممكن تكون برضه مختلفه بس مش بنفس المستوى خالص ولا بنفس الكوميديا بتاعت احمد حلمي. المشكله التالتة وهي الغياب. حلمي كان تقريبا كل سنه او سنتين موجود وساعات كان بيعمل فيلمين في نفس السنه، بس مع بدايه التراجع كان بيغيب كتير وكان بيرجع بعد كام سنه والجمهور كان بيستني فيلمه الجديد اللي يرجع بيه يكسر الدنيا، بس ده ما كانش بيحصل اخر فتره. بس اهم حاجه ان احمد حلمي عنده رصيد كبير عند الجمهور واي مشروع جديد قوي هيقدمه ممكن يرجع لنفس النجاح اللي متعود عليه، وهو في رايي اكتر واحد يقدر يرجع عشان هو اصلا بيقدم افكار مختلفه ومش متكرر ودي اهم حاجه. هاني رمزي من اكتر الممثلين اللي عندهم حضور مختلف، كان بيعتمد على تعبيرات وشه وطريقه كلامه والمواقف اللي بيتحط فيها وده اللي خلاه يحقق نجاحات كبيره في بدايه الالفينات. افلام زي غبي منه فيه وعايز حقي ومحامي خلع، افلام زي دي كانت ناجحه وقتها وكان لها جمهور بيحب نوع الكوميديا اللي بيقدمه. بس مع الوقت بدات المشكله تظهر، الكوميديا اتغيرت وهو فضل زي ما هو، الجمهور ما بقاش يضحك على الحاجات دي. اللي كان بيضحك الناس 2006 مثلا مش شرط يضحكهم 2016 او 2026. الكوميديا بقت اسرع والافيه بقى اقصر والسوشيال ميديا خلت الناس ممكن تتفرج على كام فيديو وتضحك اكتر من الفيلم نفسه. يعني المنافسه دلوقتي ما بقتش مع نجوم السينما بس وبالذات في الكوميديا، وهاني رمزي ما حاولش انه يواكب ده وعشان كده بقاله كتير اصلا غايب. بس لو في واحد في الجيل ده ناس كتير بتتفق انه ممثل موهوب ومش واخد حقه فهو احمد عيد. من اول ظهوره كان واضح انه مختلف والكوميديا اللي طالعه من مواقف ومن الافيهات برضه، بس افيهات حلوه ومش متوقعه. المشكله اصلا ان احمد عيد ما وصلش لمكانه محمد سعد او محمد هنيدي في شباك التذاكر، وده يمكن بسبب ان افلامه كانت بانتاج اقل وده كان بيؤثر على الدعايه وتوزيع الفيلم. وتاني حاجه انه اختار نوع كوميديا هادي ومختلف في وقت كانت الكوميديا موجوده عكس كده، وكان بينافس نجوم كبار عاملين نجاح كبير وده خلاه ممثل الناس بتحترمه جدا بس مش اول واحد يروح السينما عشانه. فبعد كل ده هل المشكله في النجوم ولا في الكوميديا نفسها؟ بعد ما بصينا على كل واحد فيهم هنكتشف ان كل واحد عنده مشكله مختلفه كانت السبب في التراجع ده. محمد هنيدي الجمهور قارن كل جديد ليه بماضيه، محمد سعد اعتمد على تكرار شخصية نجحت، أحمد حلمي وقع تحت ضغط التوقعات العالية، هاني رمزي فضل محافظ على نفس اللون في وقت الكوميديا نفسها اتغيرت، أحمد عيد موهبته كانت أكبر من الفرص اللي خدها. بس رغم اختلاف الأسباب النتيجة كانت واحدة، كلهم تراجعوا وده معناه إن المشكلة أكبر منهم. الكوميديا اتغيرت، الأول الفيلم الكوميدي كان بيعتمد على النجم بس دلوقتي أهم حاجة فكرة الفيلم تكون كويسة ومختلفة. الأول اسم النجم كان كفاية يبيع التذاكر، النهارده الجمهور بيشوف الإعلان وبيشوف آراء الناس وبيستنى تقييم الفيلم وبعد كده يقرر يدخل الفيلم ولا لأ. الأول الإفيه كان بيعيش سنين، دلوقتي ممكن يموت في نفس اليوم. وغير كل ده انتشار المنصات، ففي ناس كتير دلوقتي مبقتش تروح السينما أصلا لو حست إن الفيلم ما يستاهلش، بتستنى لما ينزل على أي منصة. ولازم نعرف إن اللي حصل طبيعي، الجيل اللي قبل هنيدي كان تراجع وبعدين جه جيل هنيدي وتراجع وجيل دلوقتي هيجي وقت ويتراجع وده اللي هيحصل دايما، مفيش جيل هيجي هو اللي هيفضل مسيطر على طول. بس في النهاية السؤال الحقيقي مش ليه نجوم الكوميديا فشلوا، عشان كلمة فشل دي صعبة شوية، زي ما اتكلمنا ان في حاجات كتير اتغيرت ومشكلة انهم ما قدروش يمشوا مع التغيير ده. وفي النهاية محدش ينكر انهم صنعوا فترة من اهم فترات الكوميديا المصرية، يمكن النهارده ما بقوش في نفس نجاحهم زمان بس الضحكة اللي صنعوها عند ملايين الناس هتفضل في ذاكرة جيل كامل. قولوا بقى انتوا شايفين مين فيهم يقدر يرجع زي الاول، وفي الاخر اتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وبس كده، سلام.